بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. معاكم مهندس محمد كمال معتمد. تعالوا نشوف إيه الجديد في العالم. تركيا صادراتها من الملابس الجاهزة انخفضت بنسبة 8.6% لتصل إلى 7.2 مليار دولار من يناير إلى مايو. أفريقيا الاستيراد من الصين قل جدا، يعني الدول الأفريقية استيراد الأقمشة من الصين قل بنسبة حوالي 7.8%. الدولة الوحيدة اللي زادت فيها التصدير هي دولة فيتنام، صدرت بقيمة حوالي 190 مليون دولار في الفترة الأولانية من 2024. الصادرات الأمريكية من القطن الأبلاند أو البيمة انخفض، يعني القطن البيمة انخفض بنسبة 40%، والأبلاند انخفض بنسبة 52%. التصدير حاليا عن طريق الشحن الجوي زاد نتيجة المشاكل الموجودة في البحر الأحمر، وخاصة منطقة خليج عدن، زودت الصادرات والاهتمام بالشحن الجوي. في جنوب الهند مازال أسعار الخيوط القطنية ثابتة نتيجة انخفاض الطلب. كوريا الجنوبية حوالي عملت 100 مليون دولار لبنجلاديش، ادت 100 مليون دولار لبنجلاديش لتهتم بمجال صناعة الغزل والنسيج، واهتمت بالشحن البحري. تعالوا بقى نشوف مصر الآن لها عيونها على بنجلاديش. ليه؟ بدأنا نعمل علاقات كويسة مع دولة بنجلاديش في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.